يا لهوي اسمعوا، بتقول اتجوزت واحد اكبر مني ب 14 سنه، مفيش بينا نقطه تلاقي خالص، مش متفاهمين اساسا، ما بيخرجنيش، ما بيدلعنيش، ما بيعمليش اي حاجه، خروجاتنا كلها عائليه بس، يعني بنزور اهله بيزور اهلي، مش اكتر من كده. يعني مفيش خروجه لينا لوحدينا، مفيش حاجه اسمها نتعشى مع بعض، مفيش ديت يجمعنا سوا، مفيش الكلام ده. خلفت منه بنتين وانا صغيره جدا. اتسحلت شويه في الامومه، بعد كده اتعرفت على واحد على النت وحبيته واتعلقت بيه جدا. بدأنا نخرج، نتقابل، بيديني الاهتمام اللي بدور عليه، الحنية اللي نفسي فيها، كلمات الحب اللي انا متعطشة لها جدا، كل حاجة لقيتها معاه. بس مشكلته الوحيدة كانت ان انا اللي بصرف عليه، وهو عارف ان انا متجوزة وعندي بنتين، وعارف كمان ان الفلوس اللي بصرفها عليه دي من جوزي بطبيعة شغله بيسافر كتير، ففي مكان انا والشخص ده بيجمعنا سوا، وباخد بناتي الصغيرين معايا. حبيته لدرجة الجنون، خلاص مش قادرة اعيش من غيره. قعدت معاه 2 كاملين بصرف عليه وبحبه جدا وبديله كل حاجة، وهو كمان بيديني حب واهتمام ومشاعر وكل حاجة في الدنيا. المشكلة بالنسبة لي انه ضميري ما كانش بيأنبني ناحية جوزي ده خالص نهائي. دايما بصبر نفسي واقول هو يستاهل، هو ما ادانيش اللي انا عايزاه فدورت عليه بره، ده طبيعي. خلاص انا مش طايقه اعيش مع جوزي ده وانا عايزه اعيش مع حبيبي خلاص. فجيت قعدت معاه قعده وقلت له يلا نتجوز، انا مش قادره استحمل الوضع اللي انا فيه دلوقتي. كل حاجه بنعملها في السر، بنتقابل في السر، بنتكلم في التليفون في السر، كل حاجه بنعملها واحنا متداريين. طيب ليه؟ انا خلاص مش طايقه الوضع ده، يلا بينا نتجوز. كانت الصدمه بقى انه قال لها امي لو عرفت ان انا هتجوز واحده ومعاها بنتين هتروح فيها. هنا بقى كانت الصدمة. خلاص بدأت اتغير ناحيته، بطلت اصرف عليه، بطل يشوف مني اي حاجة، بدأ هنا يظهر على وشه الحقيقي بقى، بدأ يهدد. انت لو ما جيتيش النهاردة في المكان الفلاني انا عندي شوية صور حلوين هيروحوا لجوزك، انت لو ما اديتينيش الفلوس اللي انا عايزها انا عندي شوية فيديوز كده هيروقوا عليكي. سمعت انه خطب، فخلاص انا مش قدامي دلوقتي غير خطيبتك، هتهددني بجوزي ههددك بخطيبتك. وفضلنا بقى في السيركل دي كتير. المهم انا دلوقتي بدأت اتقرب من جوزي وبدأت احبه وبعدت عنه وبدأت اتوب لربنا. انا كل اللي طالباه ان هو يبعد عني تماما ويروح من حياتي والله يسهله في حياته الجديدة، بس مش عايزة اشوفه ولا اعرفه تاني. اعمل ايه وابعده عني ازاي؟